السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نحضروا حوت في الفران بواحد التتبيله اللي رائعه واللي غادي تعجب الناس اللي كيعجبهم انهم يستمتعوا بالمذاق ديال الحوت. اذا نبداو على بركه الله. اول حاجه كناخذوا واحد الزليفه كندير فيها زيت الزيتون، يعني مكونات جد بسيطه. انا شخصيا ما كتعجبنيش في الحوت كثره العطريه والشرموله كتقضي على مذاق الحوت. اذا خديت زيت الزيتون، ضفت القليل من الملح، واهم مكون هنايا هو الزعتر. الزعتر كيتوالم لينا بزاف مع الحوت، يعني كتكون واحد الكومبينيزون خطيره. وكنضيف بودره ثوم ولا محكوكه اللي متوفر عندكم. صافي هنا انا ما كانش متوفر عندي الحامض. الا كان عندكم الحامض ضيفوا واحد العصير ديال حامضه ولا 2 معالق كبار. صافي كناخذوا الحوت اللي مغسول طبعا ومسقطر منشف، كندير ليه هاد الفتيحات هكا باش كيطيب ليا مزيان من الداخل، وحتى هذيك الشرموله اللي قادينه ميم طون تدخل فيه. صافي بنفس الطريقه كندير فتيحات على هذا الشكل. شي كيساعد ان الحشوه التتبيله توزع بشكل متساوي. صافي دابا غادي ناخذ واحد المقلاة اللي كندخلوها للفرن، كندهنها اكيد بشويه ديال زيت الزيتون، ولا ندهنوها بالزبده، ولا نديرو فيها بابي كويسون باش ما الحوت ما يلصقش لينا، يعني اللي متوفر عندكم. ولا تقدروا ما ديروهاش في المقله، ديروها نيشان في المشوات بغيتو تشووه زعما حتى هو في الفرن. صافي كناخذوا هذاك السمك ديالنا صافي، وكنحاولوا ندخلوا فيه هذيك التتبيله مزيان، وما كنساوش دوك الفتيحات وكذلك الوسط ديال الحوت ديالنا. انا هذا السمك اللي استعملت هذا سمك الدرعي، راه اصلا هو بنين، الحوت ديالو بنين بلا حتى تتبيله بلا والو، يعني هو من نوع الاسماك اللي المذاق ديالهم رائع. تقدري ديريه غير بالملح وزيت العود وغيجيك بنين، يعني وهاد التتبيله راه مناسبه لاي حوت ابيض كتفضلوه. طبعا ماشي بالضروره تستعملوا هاد السمك اللي درت، كاين اللي كيفضل انه يستمتع بمذاق الحوت اكثر، حيت كما قلت لكم هذيك التتبيله كثره الشرميله كتقضي لينا. انا كتجيني شخصيا كتقضي على مذاق الحوت، ولكن عاوتاني الاذواق تختلف، كل واحد شنو كيعجبو، كل واحد وفاش كيستمتع. يعني الحمد لله راه الاذواق عندنا حنا تختلف، مذاقات عندنا في الكوزينه المغربيه راه اشكال وانواع، كل واحد يدير داكشي اللي كيفضل. وانا شاركت معكم طريقتي اللي وليت كنستخدم مؤخرا في السمك. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال السمك مورا ما دخلته الفران. والاحسن ما طيبوش بزاف، ما تخليوش بزاف في الفران باش كيحافظ على ديك الطراوه ديالو، ماشي عاوتاني كينشف. من الاحسن الحوت يبقى شويه طري هكا كناكلو حنا حاسين انه رطب. هذا هو الشكل ديالو من الداخل. راه النوع ديال هذا السمك اصلا رطب بزاف، وعاد زيد التتبيله كتخلي ليه كتضيف واحد اللمسه واحد البنه، خصوصا المذاق ديال الزعتر كيعطي واحد الاضافه رائعه. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساوش متابعه.